السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا من جديد في قناتي سيلي's كيتشن. النهاردة بقى هنعمل آيس كريم بطيخ، وصفة بتحب الصيف والصيف بيحبها. تعالوا ازاي هنعمل الستيك بتاع الآيس كريم بالطريقة دي والتماسك ده جوه البطيخة. تعالوا معايا نشوف الوصفة ونشوف المكونات. وقبل ما أبدأ مكوناتي ما تنسوش اللايك والشير وسابسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تعالوا على طول على الوصفة. احتجت لوصفتي النهاردة بطيخة، بس هي كانت كبيرة شوية، بس أي بطيخة موجودة عندكم تقدروا تشتغلوا بيها، مفيش مشكلة خالص. في البداية هاجي عند تلت البطيخة كده وابدأ إن أنا أقسمها واحدة واحدة. ادي اول تلت قطعته وحطيته على جنب. هي البطيخة مش حمرا قوي بس مفيش مشكلة خالص، انا كده كده هعملها ايس كريم فمش فارق معايا اللون، هدويه بعد كده. وادي التلتين هبدأ اخد منها شريحة بالسوم كده. هناخد شريحة البطيخ اللي موجودة عندي ونبدأ بقى ان احنا نقطعها ونفرغها، بس نتخلص من الجزء التاني. هو دي الشريحة اللي انا بقولكوا عليها. وبعد كده الجزء الكبير اللي احنا شايفينه ده نقدر نغطيه بستريتش راب او اي كيس موجود عندكم ونحتفظ بيه جوه التلاجة. لما تحطي الستريتش راب عمرها ما تبوظ ابدا، حتى لو قعدت يومين تلاتة مفيش مشكلة. ادي بقى الشريحة اللي اتفقنا عليها، وادي بولة فاضية. هنبدأ ان احنا نفرغ الشريحة بتاعة البطيخ بالسكينة، ونحاول ان احنا نساوي الاطراف واحنا بنقطع البطيخ بالطريقة دي. واحدة واحدة هنخلص البطيخ من جوه الشريحة بتاعته. أنا محتاجة الأطراف بتاعتها علشان أبدأ أشتغل عليها بعد كده. وخلاص خلصت البطيخة من الطرف بتاعها. الإطار ده أنا هحتاجه علشان أعمل فيه الآيس كريم اللي شفناه في الأول. قطعت البطيخة، تقدري تقطعيها أي تقطيع عشوائي جدا، المهم التقطيع ده علشان أخرج منها البذر. في ناس بتخلطه بالبذر عادي، بس أنا باحس إن هو بيغيّر طعم البطيخ شوية، وفي نفس الوقت أنا مش محتاجة للبذر ده، فهابدأ أخلّصه واحدة واحدة. وبعد كده هنخلّص كل الكمية ونحطها في البولة. وادي كمية البطيخ اللي موجودة عندي وعلى الخلاط. بعد ما خلطنا البطيخ اللي موجود حطيت عليه كوباية إلا ربع من السكر. تقدري تقللي كمية السكر أو تزوديها مفيش مشكلة، بس ده المعيار المناسب لوصفتي. لو حابة تزودي السكر هيكون الكريم شانتيه غير محلى اللي احنا هنستخدمه بعد كده. وزي ما احنا شايفين أنا بصفي عصير البطيخ اللي اتضرب في الخلاط علشان مش عايزة أي شوائب أو التفل بتاع البطيخ يكون فيه، هينزل بكل سهولة. والخطوة اللي بعد كده هحتاج ربع كوباية من المية الساخنة، وأحط عليها معلقتين ونص كده من البودرة بتاعة الجيلاتين. ده جيلاتين حلال بيجي من عند العطار، وقلبته وهركنه على جنب. وبعد كده هحط 5 معالق كبار هرميين من الكريم شانتيه المحلى. لو عندك كريم شانتيه خام بدون سكر هنزود بس ربع كوباية سكر على الكوباية الربع اللي احنا حطيناها في الأول. وهنا حطيت معلقتين كبار من اللبن البودر نيدو، وبعد كده نزلت بالجيلاتين اللي أنا دوبته في المية الساخنة. وبعد كده هضيف معلقة كبيرة من لون الطعام الأحمر. تقدري تستخدميه أو تستغني عنه مفيش مشكلة، ولكن هيعزز اللون معايا. وبعد كده هضربه بالمضرب الكهربائي تقريبا 3 دقايق علشان نحصل على قوام السميك شوية. وده بقى سيرفيس أنا غلفته بالستريتش راب. تقدري إن انتي تغلفي أي قطاعة أو أي حاجة موجودة عندك مسطحة بأي كيس أو الستريتش راب عادي جدا. أنا بس بعمله علشان أبدأ إن أنا أحط عليه إطار البطيخ أو قشر البطيخ اللي إحنا عملناه. وبعد كده هاحطه على السيرفيس، وآدي بقى ستيكس من اللي هو بتاع الستيك بتاع الآيس كريم. ده موجود عند أي حد بيبيع مستلزمات الحلواني أو البلاستيكات، ما فيش مشكلة، موجود في كل الأسواق ومتوافر. وعملت فتحة بالسكينة صغيرة وبعد كده دخلت الستيك فيها. وادي فتحة كمان، ودي بقى إيد أستاذ حسن كان واقف جنبي، حسونة الصغير، تحية ليه طبعًا. وبعد كده دخّلت باقي sticks الخشب اللي موجودة عندي جوّه إطار البطيخ، وصبّيت عليه الخليط كامل.
زي ما إحنا شايفين كده الsticks محطوط بطريقة أو بمسافات متباعدة بالنظر كده بعيدة عن بعضها، فبقت متساوية جدًا، وآدي الخليط زي ما قُلت لكم شوية القوام بتاعه قريب من الكريم شانتيه بس مش متماسك أوي، وإحنا بنصُب الخليط نحاول إن إحنا ندوس شوية على الإطار علشان ما يبدأش يتسرّب شوية من الخليط برّه، بس حتى لو اتسرّب بالطريقة دي عادي جدًا هنقدر بعد ما يخرج من الفريزر نكسّر الأطراف ونسويها، وده بقى شوية من chocolate chips تقريبًا معلقتين كبار تقدري تستخدميه علشان نعمل شكل اللِب الأسمر اللي بيكون جوّه البطيخة. وحاولي إن أنتِ تزوّدي فيه شوية، يعني معلقتين كبار علشان يبدأ يغطس جوّه، ونحطّه بقى في الفريزر مش أقل من 6 ساعات، وبعد ما بنخرّجه بيكون شكله ده. ولكن أنا هنا كنت عاملة شريحتين، فدي الشريحة اللي بدأت تجمد الأول، فعشان كده بدأت أقطّعها. حاولي إن أنتِ لمّا تطلّعيه من الفريزر ب5 دقايق تبدئي تقطّعي علشان بيكون قوي جدًا في التقطيع زي ما أنتم شايفين. أنا قطّعته بالنُص، وبعد كده هابدأ إن أنا أقسّم المثلثات بالنظر، باخلّي شكل الأوستيك في النُص، وبعد كده باقسّمها لمثلثات متساوية جدًا، هيطلع معاكِ بالشكل ده. شوية أنا باحاول إن أنا أقطّعه علشان طبعًا قوي جدًا، وحاسبي على إيدِك، وهو ده الشكل النهائي آيس كريم البطيخ اللي موجود عندي. هنبدأ بقى إن إحنا نطلّع واحدة، وبُصّوا إزاي زي ما قُلت لكم الخليط اللي كان اتسرّب من إطار البطيخ عادي جدًا بدأ يتكسّر بكل سهولة ويتساوى. لمّا زوّدنا الchocolate chips دخل كده جوّه الخليط، وبدأ فعلًا يبقى شكله زي اللِب الأسمر اللي جوّه البطيخ، شكله حلو أوي، ده الشكل النهائي ليه. وبالمناسبة عايزة أقول لكم لو مش موجود chocolate chips ده تقدروا إن أنتم قطعة الشوكولاتة اللي موجودة عندكم تقطّعوها لفتافيت صغيّرة جدًا علشان تدّيكم شكل اللِب الأسمر، طعمها هايل، قوام متماسك جدًا. الكريم شانتيه والجيلاتين كان ليهم دور مهم جدًا في تماسك الأستيك اللي موجود عندي، وبكده خلاص إحنا عملنا آيس كريم بطيخ في البيت، كمية وفيرة جدًا هايلة، مش مكلف تمامًا، حاجة كده موجودة في البيت تقدري تعمليها بكل سهولة وتفرحي الولاد. أتمنى يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بعد وصفتي اللي شايفينها قدامكم دلوقتي مشبرة دي هقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سالي's كيتشن، وبالهنا والشفا. باي باي.